في حاجة كتير جدا من الناس بمختلف أعمارهم بيعملوها، وللأسف ممكن تحول حياتهم لحياة صعبة بشكل رهيب. ممكن يكونوا بيعملوا كل ده من غير إدراك. الحاجة دي هي إنهم بيحولوا كل موقف مش على هواهم أو ابتلاء لمعاناة. زي مثلا شخص فقد شغله فيبدأ يقول لنفسه طب أنا أروح فين دلوقتي، واشمعنى أنا، وأنا كده مش هعرف ألاقي شغل تاني، وكل الكلام ده. لو اتعامل مع نفسه بالطريقة دي، هو كده قابل الموقف بأكبر طريقة سلبية، وحول الموقف كمان لمعاناة ومصدر للقلق والاكتئاب. فأرجوك بعد ما تخلص الفيديو ده اسأل نفسك سؤال بسيط كده بينك وبين نفسك: هل أنا الشخص اللي بيحول كل موقف أو مشكلة لمعاناة، لمأساة، لتعاسة، لعدم رضا، ولا لأ؟ لو لقيت نفسك بتعمل كده ولو بجزء بسيط، فأرجوك اهرب من الفكرة دي، لأن الفكرة دي لو أنت اتعاملت بيها مش هتسيبك، ومش هتعرف تطور من نفسك مهما عملت. الشخص اللي بيتعامل بالفكرة دي مهما دعا، يعني لو بيدعي كل يوم إن حياته تبقى من غير تحديات، مستحيل ده هيحصل. بالعكس ممكن يصاب بخيبة أمل كبيرة جدا وتعاسة مستدامة، لأن التحديات والابتلاءات والمواقف اللي مش على هوانا هي جزء لا يتجزأ من الحياة نفسها ككل. الحياة أصلا من غير تحديات لا تستقيم. عمرك شفت حد اتولد ومات من غير انتصارات وهزائم، فرح وحزن، فوق وتحت، مكسب وخسارة؟ مستحيل. عايز اقول لك ان الطريقه اللي بتتعامل بيها مع مشاعرك وقت ما يحصل موقف مش بتحبه، يا اما بتقويك يا اما بتضعفك. فبلاش تقول انا مش هعرف الاقي شغل تاني، قول اكيد ربنا بعت لي الفرصه دي علشان احسن من نفسي واعمل CV كويس واتعلم حاجه جديده واقدم في مكان احسن. قول خلاص انا رزقي انتهى هنا، لكن رزق حد تاني ابتدى. ركز على انك تتعلم من الخطأ وتطور من نفسك. بلاش تركز على اللوم والعتاب لانه مش هيفيدك في اي حاجه. وبلاش تبص للمشاكل على انها عقبات. المشاكل فعلا ممكن تبقى فرصة جديدة للتحسين والتطوير، خاصة في إظهار نقاط قوتك وتحسين شخصيتك. وأرجوك استمتع بالرحلة كلها ككل، بلاش تركز بس على النهاية. الحياة كلها تجربة. ويمكن من أفضل التشبيهات اللي اتعملت في الموضوع ده إن الإنسان في الحقيقة عامل زي القلم الرصاص. القلم الرصاص ده علشان يرسم رسمة حلوة أو يكتب كلمة لازم يتبري ويتبري 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 بعد كل كسر. وعلى الرغم من ان عمليه البري دي عمليه صعبه جدا للقلم، الا ان من غيرها القلم ده ملوش اي 60 لازمه. هتعدل كتير من اخطائك وتتعلم منها، وهنا بيجي دور الاستيكه، لان الاخطاء دروس كبيره جدا علشان نحسن من نفسنا. هتسيب علامه في كل مكان بتحتك بيه، لان فعلا ليه قيمه. وخليك فاكر ان اهم جزء منك هو اعمق جزء فيك، روحك. فارجوك اهتم بيها. مساء الفل.